حبايب قلبي دكاترة مهندسين الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. معنا 13 تنسيق مع تكملة حل تمارين واحد من كتاب المعاصر نسخة 2025. كنا قلنا يا باشمهندس الحصة اللي فاتت أو الفيديو اللي فات عندي تمارين السؤال رقم 10 انتهيت في صفحة 27. المرة بقى يا باشمهندس هنكمل على تطبيقات في حل المعادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين. السؤال بيقول لك عددان النسبة بينهما أو النسبة بين مجموعهما كام 63 والفرق بينهما 11. اوجد العددين. انا عايزك تركز يا باشمهندس معايا في السؤال واحده واحده وتعرف هنحله ازاي. وصلنا اول سؤالين لان دول هيسهلوا معاك باقي الاسئله. اول حاجه هتقوله كده نفرض العددين، نفرض العددان س وص، ادي الس وادي الص. قال لك مجموعهم، يبقى تجمع على طول س زائد الصاد بتساوي كام يا باشمهندس؟ بتساوي 63. ويجي قال لك تاني الفرق بينهم، يبقى س ناقص الصاد بتساوي 11. نفس الترتيب خلي بالك، حطهم لي تحت بعض. هات ده حطه تحت هنا كده تبقى س ناقص الصاد بتساوي 11. طب ما تجمع كده يا باشمهندس س وس تبقى 2 س، 1 و3 4، 1 و6 كام؟ 7. بقت 74. اقسم يا باشمهندس هنا على 2 وتقسم هنا على 2، هنا على 2 وهنا على 2، تطلع معاك قيمة السين بتساوي 37. خلاص كده عوض بيها قيمة الصاد. وليكن مثلا من هنا هنقول ان قيمة الصاد بتساوي 63 ناقص السين، بتساوي 63 ناقص السبعة. علامتك الحاسبة الجميلة تطلع بكام؟ ب26. يبقى انت كده جبت قيمة الصاد وجبت قيمة السين. خلاص كده هنشوف السؤال بعد كده. السؤال رقم 2 بيقول لك عددان صحيحان مجموعهم. نفرض برضه يا باشمهندس ان العددين ده س وصاد، احنا هنثبتوها معانا في كل المسائل. فنقول يا باشمهندس ان مجموعهم يبقى س زائد الصاد، يقول لك مجموعهم هنا ب 54، يبقى بتساوي ال 54. ضعف العدد الاول، احنا فرضنا مثلا ان الاول ده اسمه س والثاني اسمه ايه؟ اسمه صاد. برافو عليك. ضعف الاول يبقى ضعف السين يا باشمهندس. برافو عليك 2 س. طب لو قال لك مربعه هيبقى س تربيع عشان بس في ناس بتلخبط ما منها. يساوي العدد الثاني، خد بالك بقى، قال لك الضعف بتاعه يعني 2 س يساوي العدد الثاني اللي هو اسمه ايه؟ اسمه صاد. تبقى ال 2 س بتساوي صاد. ممكن تستخدم التعويض يا باشمهندس او توديها بعكس اشاره. تبقى ال 2 س ناقص الصاد بتساوي الصفر. هنحلها بطريقتين، يلا بينا باستخدام التعويض. اول حاجه يا باشمهندس تاخد ديت وتعوض بيها الناحيه الثانيه. فتبقى السين تشيل الصاد يا باشمهندس وتحط مكانها كام؟ 2 س زائد ال 2 س بتساوي ال 54. س وس 3 س، تبقى 3 س بتساوي ال 54. علامتك الحاسبه اعمل 54 على 3 تطلع معاك ب 18. نبقى نقول كده قيمه الس بتساوي 18. هات لي بقى قيمه الصاد، نقول كده ان الصاد بتساوي ال 2 س. مظبوط، ايوه، يبقى ال 2 في 18 36. نبقى نقول له ان الصاد بتساوي 36. طب ايه يا مستر هي الطريقه الثانيه؟ بص ركز معايا، انك تحطهم تحت بعض باستخدام المعادله دي. فتبقى س زائد الصاد بتساوي ال 54، وهنا هتبقى 2 س ناقص الصاد بتساوي الصفر. لما تيجي تجمع هيروح مع بعض س وس 3 س، ادي 3 س بتساوي 54 زائد صفر اللي هي ب 54. شايف ديت اهي يا باشمهندس. وبعد كده تكمل عادي وتقول ان س بتساوي 3 وتعوض في اي معادله منهم وهيطلع نفس الرقم. معاك ديت ومعاك ديت يا باشمهندس. تعال نشوف السؤال بعد كده. السؤال رقم 3 بيقول لك هنا عددان اذا اضيف 3 امثال العدد الاول. احنا نرفض الاول س والثاني صاد. بيقول لك 3 امثال العدد الاول يعني 3 س اهو، الى ضعف العدد الثاني، ضعفه يعني 2 تبقى 2 صاد. كان الناتج يعني بيساوي كام يا باشمهندس؟ 13. كده احنا كونا معادله لحد هنا. المعادله الثانيه واذا اضيف العدد الاول اللي هو اسمه س الى 3 امثال العدد الثاني اللي هو اسمه 3 صاد، اللي هو 3 امثال، كان الناتج كام؟ 16. جميل خالص. حطهم لي تحت بعض يلا يا باشمهندس وتعالى نحل. ادي ال 3 س زائد ال 2 صاد بتساوي ال 13، وحط دي تحتيهم. ادي الس زائد ال 3 صاد بتساوي 16. احنا نعرف نوصل 3 لواحد؟ لا. نعرف نوصل 1 3؟ ايوه يا باشمهندس. طب نعرف نوصل 2 3؟ لا. نعرف نوصل 3 ل 2؟ لا. فابسط حاجه يا باشمهندس احنا نضرب المعادله الثانيه دي في كام؟ برافو عليك، في سالب 3. طبعا في كله يا باشمهندس. فالاولى دي زي ما هي اللي هي اسمها 3 س زائد ال 2 صاد بتساوي 13، دي مالناش دعوه بيها. الثانيه بقى هتنضرب في سالب 3. الواحد في سالب 3 تبقى بسالب 3 س، سالب 3 في 3 9 تبقى ب 9 صاد بتساوي سالب ال 3 في 16 على الحاسبه بتطلع ب 48 تبقى سالب 48 على الحاسبه وتكتب لي بالجمع اهو. يلا يا باشمهندس دي هتروح مع ديت لان هم مختلفين في الاشاره. سالب 9 زائد الاتنين تطلع بكام يا باشمهندس؟ هتطلع معاك بسالب 7. تبقى تكتب هنا كده سالب 7 صاد بتساوي آلتك الحاسبة 13 ناقص ال 48 تطلع بسالب 35. ادي سالب 35. هنا على السالب 7 وهنا على السالب 7 تطلع معاك قيمة الصاد بتساوي كام؟ 5. دي كده أول حاجة.
عايزين قيمة السين يا مستر، عوض بيها المعادلة دي كده اهو. هتبقى السين هنا بتساوي ال 16 ناقص ال 3 ص، يعني بتساوي 16 ناقص ال 3 في 5 ب 15. قالتك الحل تطلع بواحد، فيبقى كده معاك قيمة السين بتساوي كام؟ واحد. معاك قيمة السين ومعاك قيمة الصاد. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. تعال نشوف السؤال التاني، السؤال رقم 4 وكان جاي في كتاب مدرسة وكان جاي في امتحانات كتير يا باشمهندس، فانت تركز معايا. بيقول لك مستطيل طوله يزيد عن عرضه بمقدار 4 سم. حلو. يعني ايه طوله يزيد عن عرضه؟ يعني اعكس يا باشمهندس، برافو عليك. الطول هنا بكام؟ ب وعرضه هنا بصاد، فتبقى هنا س ناقص الصاد بمقدار كام؟ 4. دي كده اول معادله. وقال لك محيط المستطيل، هو محيط المستطيل بيساوي ايه؟ بيساوي الطول زائد العرض لكل 2. حلو خالص. المفروض اللي هو بيساوي 28. يعني كده ان السين زائد الصاد بتساوي كام؟ ما حدش بيقول 28. هنا كانت مضروبه في 2 فقسمنا على 2، نقسم هنا على 2 طلعت بتساوي ال 14. لحد هنا تمام؟ تمام. بقت معاك معادلتين، حطهم لي تحت بعض وتعالى ورايا. ادي السين ناقص الصاد بتساوي ال 4، وحط تحتيه س زائد الصاد بتساوي كام؟ ال 14. يلا بينا. ديت تروح مع ديت، س وس تبقى 2 س بتساوي 14 زائد ال 4 عبارة عن 18. هنا على الاتنين وهنا على الاتنين تطلع مع قيمة السين بتساوي 9. عايزين قيمة الصاد، وليكن مثلا من المعادلة ده اهو، عوض لي بقى هنا. فنقول كده إن الصاد بتساوي ال 14 ناقص السين، يعني بتساوي ال 14 ناقص 9 بتساوي كام؟ 5. فتبقى قيمة الصاد بتساوي 5. دي كان انت معاك العرض بتاعه وادي الطول بتاعه اللي هو بيساوي 9. طوله كده بيساوي 9 وعرضه بيساوي 5. هو عايز ايه؟ المساحة. طيب مساحة المستطيل يا باشمهندس بتساوي ايه؟ مساحته بتساوي السين في صاد اللي هي الطول في العرض، يعني الخمسة مضروبة في التسعة اللي هي بتساوي 45. وطبعا عشان دي سنتي فانت هتقول لي سنتيمتر تربيع. طيب مثلا لو ما كانش جاي سنتي كنت هتقول وحدة مربعة. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. تعال نشوف السؤال بعد كده. السؤال رقم 5 بيقول لك إذا كان جتا أ زائد ب بتساوي نص. من الترم اللي فات إيه الجتا بتاعتها بتساوي نص؟ طلع آلتك الحاسبة واعمل الشيفت كوزين نص، تطلع معاك ب 60. فتبقى الزاوية اللي جوه ده كلها ب 60. يعني نقول له كده إن أ زائد ب بتساوي 60. إيه اللي الظبط بتاعتها بتساوي جتا 3 برضه 60. فتبقى الاتنين أ ناقص ب بتساوي كام؟ 60. يبقى الاتنين أ ناقص ب بتساوي 60. كده بقت معاك معادلتين يا باشمهندس. وهنا طبعا بقيت السؤال بيقول لك ان أ زائد ب زاويه حاده، و2 أ ناقص ب بتساوي زاويه حاده. فبالتالي هنعمل ايه؟ حطهم تحت بعض. ادي أ زائد ب بتساوي 60، والناحيه الثانيه 2 أ ناقص ب بتساوي 60. اجمع يا باشمهندس. يلا دي بتروح مع دي، أ زائد 2 أ اللي هي ب 3 بتساوي 60 و60 120. اكس مع التلاتة اكس مع التلاتة تطلع قيمة الألف بتساوي 40 درجة. لحد تمام؟ تمام. عوض لي ب، عوضنا مثلا في المعادلة دي، فنقول ان ب بتساوي 60 ناقص كام؟ ناقص الب ناقص الألف ولا ايه؟ فبتساوي 60 ناقص 40 تطلع معاك بتساوي كام؟ بتساوي 20. فتبقى قيمة الب بتساوي 20. كده جبت الألف وجبت قيمة الب. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. تعال نشوف السؤال بعد كده. السؤال رقم 6 بيقول لك هنا يا باشمهندس إذا كان عدد الفرق الرياضية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 16 فريقا، وكان عدد الفرق الغير عربية يزيد عن عن 3 أمثال عدد الفرق العربية بمقدار 3. ركز معايا، احنا كده معانا فرق عربية وفرق غير عربية، الاتنين مجموعهم بكام؟ ب 16. يعني لو فرضنا مثلا إن العربية ادي العربية اسمها مثلا يا باشمهندس بايه؟ بالصاد، والغير عربية غير عربية اللي هي بايه؟ بالسين. جميل جميل. تعالوا شو ندرس هنا، هو قال لك مجموعهم الاثنين بكام؟ 16. يعني يقول له كده ان س زائد الصاد بتساوي 16. دي ما فيهاش اختلاف. الناحية التانية يقول لك عدد الفرق الغير عربية اللي هي ايه؟ السين يزيد بمقدار او يزيد عن 3 امثال عدد الفرق العربية. تبقى 3 صاد. تبقى نجاوب شو ندرس هنا ان س ناقص 3 صاد بتساوي كام؟ بتساوي الأربعة. حطهم تحت بعض يا باشمهندس وتروح. يلا هنا هتبقى بالسالب بالموجب، وهنا هتبقى برضه بالسالب. يا باشمهندس السين تروح مع السين، دي كده ب4 صاد بتساوي كام يا باشمهندس؟ بتساوي ال 12. هنقسم على 4 يا باشمهندس تطلع معاك ب3، تبقى ديت بتساوي 3. تبقى كده الدول العربية بكام يا باشمهندس؟ ب3. هو عايز هنا مقدار الدول العربية أو عدد الفرق في الدول العربية تبقى بتساوي 3. خلاص كده. تعال نشوف السؤال كده. السؤال رقم 7 بيقول لك مجموع عمر أب والابن 55 سنة. جميل. لو فرضنا مثلا يا باشمهندس إن الأب هنا اسمه س، يبقى الابن اسمه ايه؟ أي رمز تاني عادي اللي هو الصاد. أنا هفترض س وصاد، ممكن تفترض أ ب ل ج أي حاجة يا باشمهندس أنت عايزها. قال لك المجموع عمرهم هما الاتنين ب55. يعني كده س زائد الصاد بتساوي 55. ركز بقى.
وعمر الأب يزيد عن 4 أمثال عمر ابنه بمقدار كام؟ 5 سنوات. ركز معايا يا باشمهندس عشان محدش يتلخبط مني. هو جالك يزيد عن كام؟ 4 أمثال عمر ابنه، يعني عمر ابنه كده تبقى ال4 صاد. يزيد يعني ناقص، تبقى س ناقص ال4 صاد بمقدار 5 سنوات. حطهم لي الاتنين تحت بعض. هات لي ده يا باشمهندس كده، حطه تحت ايه؟ هتبقى هنا س ناقص ال4 صاد بتساوي 5. اطرح يا باشمهندس، لما تطرح ده يبقى بالسالب، دي بالموجب، دي بالسالب. يلا بينا يلا بينا. س تروح مع السين، 5 تبقى دي 1 صاد زائد 4 صاد تبقى ب5 صاد بتساوي 50. هنا على كام يا باشمهندس؟ تقسم لي هنا على 5 وهنا على 5، تبقى قيمة الصاد بتساوي كام يا باشمهندس؟ بتساوي ال10. طيب الابن بقى يا باشمهندس، دي كده الابن كده بصاد، دي كده بتساوي ال10. طب السين بقى تبقى قول من المعادلة دي تبقى قيمة السين بتساوي 55 ناقص السين، 55 ناقص الصاد تبقى 55 ناقص ال10 اللي هي بتساوي 45. يبقى عمر الأب هنا بيساوي 45 وعمر الابن بيساوي كام؟ بيساوي ال10. أدي الابن وأدي الأب. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال رقم 8 بيقول لك هنا زاويتان متكاملتان، يبقى زاويتان متكاملتان يعني مجموعهم 180 درجة. فنقول له كده إن السين زائد الصاد بتساوي كام يا باشمهندس؟ بتساوي 180. بيقول لك ضعف الأولى أو ضعف القياس أكبر هم يبقى إحنا معانا زاوية كبيرة اللي هي الأكبر، نفرض مثلا اللي هي اسمها س، والزاوية الأصغر يا باشمهندس نسميها ايه؟ ص. تبقى كده بتساوي ص. ضعف يعني 2، يبقى 2 س تساوي كام؟ 7 ص. أدي ال7 ص، وأدي دي بعكس إشارة، فتبقى ال2 س ناقص 7 ص بتساوي كام؟ 0. حطهم لي الاتنين تحت بعض. أدي س زائد الصاد بتساوي 180، دي تحت ايه؟ 2 س ناقص ال7 ص بتساوي الصفر. ونضرب دي باشمهندس مثلا في سالب الاتنين اهو، اقلب بقى القوس تاني، فهتبقى سالب 2 س زائد سالب 2 ص تبقى سالب 2 ص بتساوي سالب 360. على آلتك الحاسبة 180 في سالب 2 تطلع بسالب 360. تحتيها 2 س ناقص 7 ص بتساوي الصفر. يلا يا باشمهندس اكتب بالجمع يلا ويلا بينا. ديت تروح مع ديت، سالب 2 س 2 ص سالب 7 تبقى 9 ص بتساوي كام؟ 360. عايز قيمة الصاد لوحدها على آلتك الحاسبة 360 على 9 تطلع معاك بتساوي كام يا باشمهندس؟ 40. يبقى نقول كده قيمة الصاد بتساوي ال 40. أنا ممكن نجيبها من هنا يا باشمهندس، نقول له هنا إن السين بتساوي 7 على 2 صاد، يعني 7 على 2 في ال 40، فتطلع قيمة السين تطلع معاك بتساوي 140. يبقى نقول دي كده بتساوي 140. تيجي تجمعهم وتساوي 180 مظبوط، يبقى احنا كده شغالين صح. فبالتالي يا باشمهندس إن الزاوية الكبرى بتساوي 140 والزاوية الصغرى بتساوي ال 40. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. شوف السؤال بعد كده. السؤال رقم 9 بيقول لك زاويتين حدتان في مثلث قائم. يعني انت لو معاك مثلث قائم، دي كده مثلا دي اسمها س ودي كده مثلا اسمها ص، المفروض الاتنين دول يكون مجموعهم كام؟ برافو عليك 90، لان المثلث كله عباره عن 180. خدنا منه حته اللي هي مثلث القائم ده بيساوي 90، يبقى الاثنين التانيين مجموعهم 90. فنقول له ان س زائد الصاد بتساوي 90 درجه. خلاص. والفرق بينهما قياسهما، يعني س ناقص الصاد المفروض اللي هو قال لك هنا كام؟ 50. خلاص كده. كل فكره السؤال دهوت ان الزاويتين الحدتين التانيين اللي في المثلث القائم يكون مجموعهم الاثنين ب 90 درجه. حطهم لي تحت بعض يا باشمهندس. ادي س ناقص الصاد بتساوي ال50. يلا بينا، دي بتروح مع ديت، س وس 2 س بتساوي ال140. اقسم على 2 اقسم على 2 تطلع مع قيمة السين بتساوي كام؟ 70. ما خلصتش، هات لي قيمة الصاد ولك قيمة قياس كل الزاويات. ماشي يا باشمهندس، احنا جبنا قيمة السين، هات لي قيمة الصاد، فنقول ان الصاد بتساوي 90 ناقص السين، يعني 90 ناقص ال70. 90 ناقص 70 تطلع معاك يا باشمهندس بتساوي 20. تبقى كده قيمة الصاد بتساوي ال20 وقيمة السين بتساوي ال70. خلاص كده يا باشمهندس. تعال نشوف السؤال كده. السؤال رقم 10 بيقول لك إذا كان ثمن 4 أقلام وكتابين 22 جنيه. حلو، 4 أقلام وكتابين. يبقى نفرض مثلا يا باشمهندس إن الأقلام دهيت كده مثلا باسمها ألف، مش مزعلك، والكتب يا باشمهندس اسمها ايه؟ ب. 4 أقلام يعني الأربعة ألف، والكتابين يعني 2 ب، بتساوي كام؟ 20. خلاص. وإذا زاد الأقلام 1، يعني هو كان 4 بقى كام؟ 5، بقت 5 ألف، ونقص عدد الكتب كتابة، هو كان 2 شلنا منه 1 يبقى اتبقى ب زائد الب بتساوي كام يا باشمهندس؟ أصبح الثمن كله 20. يلا بينا، احنا هنا هنعمل ايه يا باشمهندس؟ هنضرب المعادلة التانية دي كده كلها في الاتنين. دي 22 يا باشمهندس اهي، جالك 22 هنا. اضرب المعادلة دي كلها في سالب 2، خليها في سالب 2 عشان تطرح على طول. ادي الأربعة ألف زائد الاتنين ب بتساوي 22 زي ما هي. الناحية التانية
2 في سالب 5 في سالب 2 تبقى بسالب 10 تبقى سالب 2 ب بتساوي سالب 40. يلا بينا. ديت يا باشمهندس ديت بتروح مع ديت، 4 ألف ناقص 10 ب ناقص 10 ألف تبقى بسالب 6 ألف بتساوي 22 ناقص 40 تطلع معاك باشمهندس بسالب 18. ادي سالب 18. السالب بيروح مع السالب، تقسم على 6 تقسم على 6 تطلع قيمة الألف بتساوي كام يا باشمهندس؟ بتساوي يا مستر 3. يبقى بتساوي 3. خلاص كده. هات لي قيمة ب بقى. فنقول منها ان ب بتساوي 20 ناقص 5000، يعني بتساوي 20 ناقص 3 في 5 و15 تبقى قيمة ب بتساوي كام يا باشمهندس؟ بتساوي 5. تيجي معاك قيمة ب معاك قيمة الألف. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. تعال نشوف السؤال بعد كده. السؤال رقم 11 بيقول لك عدد مكون من رقمين مجموع رقميه يساوي 3 أمثال رقم أحاد. جميل. لو أنت معاك رقمين أدي أحاد عشرات، دي كده اسمها س ودي كده اسمها ص مثلا. لو أنت يا باشمهندس عايز مجموع رقمين، الرقمين ده هما اللي هو الس والصاد، يعني مجموعهم كده أدي س زائد الصاد بتساوي كام يا باشمهندس؟ ركز معايا. يساوي 3 أمثال رقم أحاد اللي هو هنا س، يبقى بتساوي 3 س. ودي دي بعكس إشارة فبقت سالب 2 س زائد الصاد بتساوي 0، ودي معادلة رقم 1. طب هنا ورقم رقم أحد ورقم عشراته يزيد عن 4، يزيد 4 عن رقم أحد. هو رقم عشراته كام؟ صاد. جميل. تبقى صاد ناقص الأحد اللي هو س بمقدار 4. حطهم الاتنين تحت بعض كده هتبقى هنا سالب س موجب صاد بتساوي 4. هنطرح يا باشمهندس. يلا ده هتبقى خليها بالموجب وده هنخليها بالسالب وده هنخليها بالسالب. سالب 2 س مع س تبقى بكام؟ بسالب س. ادي سالب س ودي تروح مع دي بتساوي السالب 4. فمنها ان الس بتساوي 4 جبناها. هات لي قيمة الصاد. فنقول من هو ان الصاد بتساوي 4 زائد الس، يعني بتساوي 4 زائد 4 اللي هي بتساوي 8. جبت قيمة الصاد جبت قيمة السين، الموضوع انتهى يا باشمهندس. لا هو بيقول لك يا باشمهندس فما هو العدد؟ الأحاد بتاعه 4 ادي 4 وال8 اللي هو الصاد هنا ادي 8، بقت العدد كام؟ هو 84. السؤال رقم 12 بيقول لك عدد مكون من رقمين اللي هو يا باشمهندس رقمين أحاد والعشرات. تمام. السين بتاعه يا باشمهندس اهو يا باشمهندس، خلينا نجيب القلم. أحاد وعشرات هنا يا باشمهندس الأحاد بس والعشرات بصاد، مجموعهم الاتنين بيساوي 11، يعني كده ان السين زائد الصاد بتساوي 11. تمام. واذا عكس وضع الرقمين، يعني بقى صاد وهنا بقى س، فان الناتج يزيد عن العدد الاصلي. الناتج ده اهو اللي هو كام؟ صاد، والسين دي اللي هي 10 س. طب الاصل اللي هو كام؟ س زائد ال10 صاد. حلو. انه اللي بيزيد عن التاني اللي ده هو يا باشمهندس بيزيد عن الاصلي، يبقى تبتدي ده الاول. يبقى تقول لي كده ان صاد زائد ال10 س يزيد يعني ناقص الأصلي اللي هو هنا س زائد 10 صاد بمقدار كام؟ بمقدار 27. حل دي الأول يا باشمهندس كانوا تحطهم تحت بعض، فالسالب ده هيتوزع على الأول وعلى التاني، دي تنزل زي ما هي اللي هي صاد زائد 10 س ناقص س ناقص 10 صاد بتساوي 27. 10 صاد ناقص 9 ناقص 10 صاد، صاد ناقص 10 صاد بتساوي كام؟ 9 صاد، بس طبعا بإشارة سالبة. و10 س ناقص س تبقى بتساوي 9 س، طبعا بتساوي 27. هات لي التانية حطها تحتيه، بس تضرب في كام يا باشمهندس؟ اضربها لي مثلا في 9 بالمرة كده، فبقت 9 س ناقص 9 ص بتساوي 99. دي بتروح مع دي 9 و9 18 تبقى 18 س. عدلتك الحاسبة 27 زائد 99 تطلع بتساوي 126. ادي 126. اقسم على 18 اقسم على 18 126 على 18 بتساوي 7. تبقى كده قيمة السين بتساوي 7. ركز معايا عشان عايزين قيمة الصاد. هقول لك هنا يا باشمهندس الصاد من هنا اهو، من المعادلة كده يا باشمهندس اهي، الصاد بتساوي 11 ناقص السين، يعني بتساوي 11 ناقص 7. ادي 11 ناقص 7 اللي طبعا اللي هي بتساوي كام يا باشمهندس؟ اللي هي بتساوي 4. فتبقى كده قيمة الصاد بتساوي 4. عايز العدد دهوت هتبقى هنا يا باشمهندس 47. العدد الأصلي طبعا هو 47. خلاص كده. طب قال لك عايز العدد بعد المعكوس هتبقى 74. اجرى هنا هو عايز العدد الأصلي. خد بالك يا باشمهندس ركز معايا وتعالى نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال رقم 13 بيقول لك عدد مكون من رقمين إذا كان العدد يساوي 5 أمثال مجموع رقمين. لحد هنا فاصلة كده واقف يا باشمهندس. ركز معايا. العدد ده مثلا اسمه س وده الصاد. السين اللي هو الآحاد والصاد اللي هي العشرات. تمام كده؟ تمام. عدد مكون من رقمين أهم. كان العدد يساوي، حلو، يعني السين دي في الآحاد، الصاد دي في العشرات، ما حدش يقول الصاد، لا احنا لازم نضرب فيه العشر. يساوي 5 أمثال مجموع رقمين. 5 أمثال ادي 5 مجموع رقمين اللي هي س زائد الصاد.
حلو كده، حلو. وزع على الأول والتاني. بقت س زائد 10 ص زي ما هي. الخمسة في س تبقى 5 س، والخمسة في ص تبقى 5 ص، وطبعا الإشارة زي ما هي. الاتنين ده هما هيروح الناحية التانية بعكس إشارة، فبقت س ناقص الخمسة س زائد 10 ص ناقص الخمسة ص، وطبعا كل دي بيساوي كام؟ الصفر. دي بقت بتساوي سالب الأربعة س زائد الخمسة ص بتساوي الصفر. وممكن حتى نقول لخمسة ص ناقص الأربعة س بتساوي صفر عادي خالص. كمل بقى. وإذا عكس، حلو، هو كان س ص أصبح ص س. كان الناتج يزيد عن العدد الأصلي. دي دلوقتي بقى إيه؟ ص زائد العشرة س. يزيد يعني ناقص العدد الأصلي اللي هو كام هنا؟ س زائد 10 ص. س زائد العشرة 10 ص بمقدار كام يا باشمهندس؟ 9، يعني كده بيساوي 9. وزع السالب في الأول وفي التاني. أصبحت ص زائد العشرة س زي ما هي. سالب س سالب 10 ص بتساوي كام؟ التسعة. ص ناقص 10 ص اللي هي بسالب 9 ص، و9 10 س زائد ناقص التسعة اللي هي بموجب 9 س تساوي كام؟ التسعة. لحد تمام؟ تمام. حطهم الاتنين تحت بعض وتعالى كمل. 9 9 فيها الواحد. طيب اضرب ده يا باشمهندس، حطها تحتها يا باشمهندس كده بالترتيب. دي كانت هتبقى س اهيت سالب الصاد بتساوي الواحد. هنضرب يا باشمهندس المعادلة ن في كام؟ بص كده، سالب صاد ودي 5، يبقى نضرب تحت ديت في كام؟ في الخمسة. دي كام يا باشمهندس؟ في 5. الأولى هتنزل زي ما هي، سالب 4 س زائد الخمسة صاد بتساوي الصفر. طب تحت كده يا باشمهندس الخمسة س تبقى 5 س ناقص الخمسة صاد بتساوي 1 في 5 ب5. دي كده بتروح مع دي. 5 س ناقص الأربعة س اللي هي بس بتساوي كام؟ الخمسة. دي كان العدد الأول. عايزين قيمة الصاد، عوض ب، وليكن مثلا يا باشمهندس في المعادلة الهين اللي هو ديت مثلا. يلا، فنقول له هنا إن الصاد يا باشمهندسي بتساوي س ناقص الواحد. تمام كده؟ تمام. يعني 5 ناقص الواحد اللي هي بتساوي الأربعة. هو مش العدد كان اسمه س ولازقة فيها صاد؟ الس هنا ب5 والصاد هنا ب4. العدد اللي بعده اللي هو بكام؟ ب45. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. تعال نشوف السؤال بعد كده. السؤال رقم 14 بيقول لك هنا عدد نسبي إذا طرح من كل من بسط ومقام. هو العدد النسبي بصورة بسط على مقام، يعني الألف على الب. ركز بقى معايا. إذا طرح يعني ناقص من بسط ومقامه واحد، يعني بقى ألف ناقص الواحد على ب ناقص الواحد، لأصبح العدد النسبي بيساوي 1 على 2. اعمل مقص. الواحد رايح لب ناقص واحد يبقى دي ب ناقص واحد. الاتنين رايحة لها اضرب على طول. الاتنين في ألف تبقى باتنين ألف، سالب الواحد في اتنين باتنين. تعال نحطهم كلهم يا باشمهندس كده لوحدهم في طرف، يعني العمودي ديت هناك بعكس اشاره كده، والعمودي دي كمان هنا بعكس اشاره، عشان تبقى الرموز لوحدها في طرف والمعادله والرقم اللي هو التاني لوحده في طرف. هتبقى هنا يا باشمهندس 2 الف، تمام، لما يروح هناك هتبقى بسالب، تمام، وزائد الب بتساوي سالب 2 سالب 1، هتبقى هناك بالموجب، فتبقى دي مجموعهم بكام؟ بسالب 1. فتبقى نقول هنا ب ناقص 2 الف بتساوي سالب 1. دي كده معادله، ركز معايا في اللي جاي. وبقول لك هنا إذا أضيف إلى مقامه، هو البسط على مقام أهي، المقام أضيف إلى 5 لأصبح 1 على 3. اعمل مقص. التلاتة في ألف أدي التلاتة ألف بتساوي 5 زائد الب، ودي بعكس إشارة، فباقي التلاتة ألف ناقص الب بتساوي كام؟ الخمسة. حطها لي تحتها، أدي التلاتة ألف أهيت بالموجب، وأدي السالب ب، ودي كده طبعا بتساوي كام؟ الخمسة. ديت مع ديت اجمع كده، 3 ألف ناقص الاتنين ألف تبقى بتساوي ألف. 5 ناقص الاتنين ناقص الواحد بالأربعة، دي كده قيمة الألف. عوض لي وهات لي قيمة الب. فليكن مثلا إن قيمة الب مش هنجيب المعادلة ديت، هتبقى اللي هي 3 ألف ناقص الخمسة. 3 في 4 ب 12، 12 ناقص الخمسة اللي هي بتساوي 7، فتبقى قيمة الب هي السبعة. هو لك أنا عايز العدد النسبي، كنا جايين العدد النسبي بصورة ألف على ب اللي هو ده، يعني بتساوي ألف اللي هو 4 والب اللي هي ب7، بقت كام في النسبة؟ بقت 4 على 7. تعال نشوف السؤال بعد كده. السؤال رقم 15 بيقول لك إذا كان مجموع عمر أحمد وأسامة، نفرض إن عمر أحمد ده اسمه س وعمر أسامة ده باشمهندس اسمه ص، تمام كده؟ تمام. ومجموعهم الاتنين 43، يبقى س زائد الصاد المفروض اللي هي بتساوي 43. وبعد 5 سنوات ده هيكبر وده هيكبر، مش الاتنين مش هيستنوا مع بعض، فيكون عمر أحمد اللي هو س زائد 5، وعمر أسامة اللي هي ص زائد 5. الفرق بينهم كام؟ 3 سنوات، يعني الفرق ما بينهم كام يا باشمهندس؟ 3 سنوات، يبقى بتساوي 3. وزع لي السالب ده على الأول وعلى التاني. أصبحت س زائد الخمسة ناقص الصاد ناقص الخمسة بتساوي 3. الخمسة تروح مع السالب 5، أصبحت معاك س ناقص الصاد بتساوي 3. بقت معاك معادلة عادية تاني، حطها لي تحتها يا باشمهندس عشان نكمل. يلا أهو،
أصبحت هنا يا باشمهندس س ناقص الصاد بتساوي التلاتة. اجمع دي تروح مع دي، س وس اللي هي 2 س بتساوي 43 زائد التلاتة طبعا ب46، ادي 46. اقسم على الاتنين هنا وهنا تصبح معاك قيمة السين 46 على الاتنين تساوي 23. تبقى عمر الأول كده ب23 اللي هو عمر مين؟ أحمد. طب عمر أسامة هنقول له إن الصاد بتساوي 43 ناقص السين، يعني بتساوي 43 ناقص ال23. طبعا يا باشمهندس انت لو رحت تتأكد من الحاسبة تطلع معاك برضك ب20. 43 ناقص 23 بتساوي 20. تبقى قيمة الصاد بتساوي ال20. انت لسه ما خلصتش، واقول لك اوجد عمر كل منهما بعد 7 سنوات. يعني عمر احمد كده بعد 7 سنوات اهو، بعد 7 سنوات. كمل يلا. بتساوي 23 زائد السبعة اللي هي بتساوي كام؟ 30. وهنا هنقول له هنا ان الصاد بتساوي 20 زائد السبعة اللي هي بتساوي 27. يبقى احنا كده خلصنا. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. تعال نشوف السؤال بعد كده. 16 بيقول لك هنا منذ 5 سنوات كان عمر مجدي مثلا نسموه س، وعمر ابنته دينا بتساوي مثلا ص. ولا كام؟ منذ 5 سنوات كان دي 5 امثال. جميل خالص. يبقى هنعمل ايه؟ منذ 5 سنوات يعني س ناقص 5، والتاني برضو كان هيبقى ص ناقص 5. قال لك ان هو بيساوي كام؟ 5 امثال، يعني ده مضروب في 5 وبتساوي. يلا بينا نوزع يا باشمهندس. اضرب الديت على الاول والتاني. يلا بينا. س ناقص 5 زي ما هي مالناش دعوه بيه. ال5 في ص ادي 5 ص ناقص ال5 في 5 ب25. وادي دي بعكس اشاره، وهدي دي بعكس اشاره برضك هنا. هتبقى هنا س ناقص ال5 ص بتساوي سالب 25 زائد ال5 تبقى بكام؟ بسالب 20. دي كده اصبحت معادله مالناش دعوه بيه. تعال الناحيه التانيه هنا بيقول لك هنا وبعد 4 سنوات أصبحت دي س زائد الأربعة أهي، والتانية برضو ص زائد الأربعة. ركز معايا. بقول لك 3 أمثال، يعني دي كده كانت ب3 بتساوي في الأول وفي التاني س زائد الأربعة زي ما هي. ال3 في ص أدي 3 ص زائد 3 في 4 ب12. جميل كده؟ جميل. ودي بعكس إشارة ودي بعكس إشارة، فتبقى س ناقص ال3 ص بتساوي كام يا باشمهندس؟ بتساوي 12 ناقص الأربعة عبارة عن 8. ودي اصبحت معادله تانية. حطهم لي الاثنين تحت بعض. بس يا باشمهندس هتضرب دي مثلا يا باشمهندس في السالب، فاصبحت دي س ناقص 5 ص بتساوي السالب 20، وديت هتبقى بسالب س موجب 3 ص سالب 8. خلاص كده ديت بتروح مع دي، اصبحت دي بتساوي كام؟ سالب 2 ص. ودي كده يا باشمهندس سالب 28. تبقى قيمه الصاد بتساوي كام؟ بتساوي ال 14 اهي. عايز قيمة السين هتلاقي من المعادلة دي باشمهندس تبقى سالب 20 اهيت زائد ال5 ص. ادي بتساوي سالب ال20 مضروبة في زائد ال5 في ال14. على قدك الحاسبة تطلع معاك ب50. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. تعال نشوف السؤال بعد كده. السؤال رقم 17 بيقول لك مستطيل محيطه ب24. حلو خالص. المستطيل لو طوله بس وعرضه بص، فالمحيط بتاعه هو الطول زائد العرض مضروب في الاتنين زائد الصاد مضروب في 2. المحيط ده بيساوي كام؟ ال24. اقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين، طبعا انت بتقسم دي كلها، فاصبحت معاك س زائد الصاد بتساوي كام؟ بتساوي ال12. بقول لك واذا نقص طوله، يعني الس دهيت اصبحت س ناقص ال4، وزاد عرضه يعني اصبحت صاد زائد الاتنين، صار مربعة يعني الاتنين كده بيساووا بعض. ودي الصاد بعكس إشارة أصبحت س ناقص الصاد، ودي تبقى عكس إشارة أصبحت بتساوي 2 زائد الأربعة ب6. حطهم الاتنين تحت بعض. س ناقص الصاد بتساوي ال6. ديت بتروح مع دي س وس 2 س، أدي 2 س بتساوي 12 زائد ال6 بكام يا باشمهندس؟ بتساوي 18. اقسم على الاتنين اقسم على الاتنين، تبقى قيمة الس بتساوي كام؟ بتساوي ال9. دي كده قيمة الس. هات لي قيمة الصاد بيجيبوها ازاي؟ كالتالي. هتلاقي مثلا المعادلة دي فنقول له إن الصاد بتساوي 12 ناقص الس، يعني بتساوي 12 ناقص كام؟ ناقص ال9. 12 ناقص 9 اللي هي بتساوي 3. تبقى انت كده معاك قيمة الصاد ومعاك قيمة الس. عايز مساحة المربع، اضرب ال3 في9 ادي ال3 في ال9 بتساوي كام يا باشمهندس؟ 3 في 9 بتساوي 18 27. طب هل يا باشمهندس دي كده 27 مساحة المربع؟ لا، المفروض الاتنين ده هما بيساووا بعض يا باشمهندس عند ايه؟ برافو عليك، عند الس بتساوي ال9. لا، السين بتساوي الصاد يا باشمهندس لما السين دي كده بتساوي كام؟ ال9. عوض هنا كده يا باشمهندس، يعني 9 ناقص ال3 بتساوي 6. مظبوط. يبقى تعوض لي كده يا باشمهندس طول ضلع مربع من هنا كده، طول ضلع المربع بتساوي اللي هي س ناقص ال4 او ص زائد ال2 بتساوي 9 ناقص ال4 بتساوي 5. ممكن حد تاني يقول لي ص زائد ال2
يعني 3 زائد الاتنين اللي هي برضو بتساوي 5. ففي تلك الحالات ان طول ضلع المربع بتساوي كام؟ بتساوي ال5. فتجيب لي بقى مساحة المربع، نقول له ده مساحة المربع بتساوي ال5 في 5 اللي هي بتساوي كام؟ 25 سنتيمتر تربيع. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. تعال نشوف السؤال بعد كده. السؤال رقم 18 بيقول لك في الشكل المقابل أ ب ج د معين، يعني جميع أضلاع متساوية. تمام كده؟ تمام، خد بالك منها. طيب بيقول لك قياس زاوية أ ج ب أ ج ب بتساوي س، وقياس زاوية أ ج د ص على 3. عايز قياس زاوية ص. هي من خاص المعين ايه؟ إن كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس، فتبقى الزاوية كده بتساوي ص. طب من خاص المعين إن كل ضلعان متجاوران متساويان، إن جميع الأضلاع متساوية. فبالتالي احنا دلوقتي شغالين في المثلث اللي هو اسمه أ ج د اللي فوق ده من الجواب اللي تحت. طالما اللي فوق ده يا باشمهندس كده تبقى دي اسمه ص على التلاتة. طب لو احنا دلوقتي شغالين في المثلث اللي هو اسمه أ ب ج، دي كصاد ايوه ودي كسين، تبقى دي بتساوي ايه؟ س. انت عايز تشتغل باللي فوق ولا تحت؟ الاتنين صح يا باشمهندس، ومش هتوجد معاك اي فرق. كده هتشتغل بالاتنين. فنجيب يا باشمهندس في المثلث اللي تحت دوت يا باشمهندس والمثلث اللي فوق دوت، كده هتشتغل بيهم الاتنين. فنقول له اول حاجه في مثلث أ ج د اللي فوق، فنقول له ده ان مجموعهم التلاته بيساوي كام؟ 180 درجه، فتبقى ص زائد ص على التلاته زائد الصاد على التلاتة برضك بتساوي كام؟ 180 درجة. تحت يا باشمهندس اللي هو في المثلث التاني اللي هو اسمه أ ب ج، فنقول له س زائد السين زائد الصاد بتساوي 180 درجة. هاتك الحاسبة الجميل، اعمل لي 1 زائد 1 على التلاتة زائد 1 على التلاتة تساوي كام؟ بتساوي 5 على التلاتة. تبقى دي كده 5 على التلاتة صاد بتساوي 180. اضرب يا باشمهندس في المعكوس الضرب بتاعها اللي هي 3 على ال5، اضرب بتاع 5. تبقى قيمة الصاد بتساوي 180 في 3 على ال5 تطلع معاك بتساوي 180. كده انت خلصت. ممكن تجيب لي هنا باشمهندس قيمة الس، تعال نجيبها بالمرة. ده تبقى 2 س زائد الصاد بتساوي 180. تبقى الاتنين س بتساوي كام؟ بتساوي 180 ناقص الصاد. هو عايز قيمة الس لوحدها، فبتساوي 180 ناقص الصاد اللي هي 108 على الاتنين. على التجربة الحاسبة 180 ناقص 108 على الاتنين تطلع معاك ب36. كده قيمة السين بتساوي 36. جبنا قيمة السين وجبنا قيمة الصاد. هو عايز قيمة الصاد بس، فبتساوي كام؟ 108. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. طب يا باشمهندس انت وصلت لحد ما تنساش تنزل تشترك في القناة، وتعالى نشوف السؤال رقم 19. السؤال رقم 19 يا باشمهندس بيقول لك في الشكل المقابل أ ب ج مثلث فيه أ ب بتساوي أ ج، أ ب بتساوي أ ج، يعني ضربة كده بتساوي كام؟ ال8. يعني نقدر نقول له كده إن 2 س زائد الصاد بتساوي كام؟ بتساوي ال8. جميل. ومحيطه بيساوي 22، يعني كده مجموع أضلاع كله بتساوي 22. يعني أصبح معاك إن الاتنين س زائد الصاد زائد السين زائد الصاد بتساوي زائد التمانية كمان بتساوي ال22. انت تودي الرقم هناك الأول كده، 2 س زائد س تبقى ب3 س، صاد زائد الصاد ب2 صاد، 22 ناقص التمانية تطلع معاك ب14، يبقى تكتب هنا كده بتساوي ال14. حطهم من الاتنين تحت بعض، يعني تبقى تيجي 3 س زائد الاتنين صاد بتساوي ال14. طيب احنا نقدر نضرب يا باشمهندس اللي فوق واللي تحت بحيث ان احنا نطيرهم. نقدر نضرب اللي فوق ده يا باشمهندس كده بسالب الاتنين في كله، فهتبقى الاولى بسالب ال4 س سالب الاتنين ص زائد بتساوي كام؟ سالب 16. ادي 16 يا باشمهندس اهي. نزل المعادله التانيه تحتيه، ادي 3 س زائد الاتنين ص بتساوي ال14. يلا بينا، ديت بتروح مع دي، يتبقى لك هنا سالب س بتساوي السالب تنزل 16 ناقص ال14 بكام؟ ب2. تصبح مع قيمة السين بعد ما تضرب في سالب 1 أو تقسم على السالب هنا وهنا بتساوي ال2. هات لي قيمة الصاد وليكن من المعادلة دي، فنقول له مثلا يا باشمهندس إن قيمة الصاد بنجيبها إزاي؟ الصاد بتساوي 8 ناقص ال2 س، يعني 8 ناقص 2 في 2 ب4، 8 ناقص ال4 طبعا اللي هي بتساوي كام؟ ال4، فتصبح قيمة الصاد معاك بتساوي ال4. فتبقى قيمة السين بتساوي ال4، قيمة السين بتساوي 2 وقيمة الصاد بتساوي ال4. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. طيب مش انت وصلت لحد ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك شعار أول بأول، ونشوفكم على خير في الجاي. سلام.